اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا قناه فور يو من اجل فيديو جديد معانا عن ارباح اليوتيوب. كلنا عارفين في الفتره دي الكل يتساءل في تساؤلات كتير على الارباح هناخدها ازاي. حسابات بتنقلب من الحساب بالدولار الحساب بالجنيه المصري. طب انا ليا ارباح موجوده في اليوتيوب، كل ده هنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا النهارده. بس يا ريت فضلا وليس امرا اللي بيظن لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصل اشعار بكل جديد. يدعمنا بالاعجاب، يدعمنا بالتعليق، يشارك الفيديو مع كل اصدقائه عشان الكل يستفيد. يتابعنا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد. اشتراككم في القناه شرف لنا. الكل في الفتره اللي فاتت يا جماعه خايف، مش عارف ارباحه ياخدها ازاي، مش عارف هيستلم الارباح عن اي طريق، مش عارف هياخدها بالدولار، مش عارف هياخدها بالجنيه. طب جوجل ادسنس هيعمل ايه؟ طب القرارات ايه؟ جوجل ادسنس يوم بعد يوم بيبعت لنا رسائل باللي هيتم واللي جوجل ادسنس هيعمله وطريقه تسليم الارباح. ازاي هاخدها وازاي هاخدها اذا كانت بالدولار او بالجنيه، دي ازاي ودي ازاي. كلنا عارفين وصل لنا رسائل بالكلام ده ان سوف يتم تطبيق قرار استلام الارباح بالجنيه المصري بالعمله المحليه. ده بعد ما يتطبق ده هيكون قرار نهائي وهنستلم فلوسنا بالجنيه المصري، مش هينفع نستلمها بالدولار. والكلام ده كله وصل لنا بيه رسائل وجوجل ادسنس بقالها فتره بتعدله وبتجهزه. ايه المشكله دلوقتي في الناس اللي ليها ارباح في القناه فعليا بالدولار محسوبه بالدولار؟ هتعمل ايه؟ هيستلموا الفلوس دي ازاي؟ عن طريق ايه؟ احنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان اللي بيستلم عن طريق ويسترن يونيون هيفضل زي ما هو يستلم عن طريق ويسترن يونيون اذا كان بالجنيه او اذا كان بالدولار. اما اللي بيستلم ارباح من خلال الحساب البنكي وكان رابط جوجل ادسنس بالحساب البنكي بتاعه، خلاص في الجديد مش هيعرف يستلم الحساب البنكي اللي بالعمله الاجنبيه بالدولار. لازم يزود جوجل حساب مصرفي، حساب بالجنيه المصري. وقلنا مش هنضيفه دلوقتي، لما جوجل تقول لنا ضيفوا حساب الصرف بتاعكم عشان ابعت لكم عليه فلوسكم. ده مرتبط بايه؟ ان جوجل ادسنس بقالها فتره بتعد حسابات الدفعات بتاعتنا اللي هتقبل الارتباط بحساب الدفعات المصرفي اللي بالجنيه المصري. بعد ما الحساب يخلص بالتالي هنقدر نربطه. في صفحاتنا موجود لسه الحساب بالدولار والحساب بالجنيه. امتى هنربط حسابنا اللي بالجنيه؟ بعد ما يتم ازاله الحساب اللي بالدولار تماما. طب ليه ما نربطش من دلوقتي ونزودهم الحساب المصرفي؟ لان مازال لسه في ارباح اليوتيوب او جوجل ادسنس بيجهزها عشان يديها لنا، والارباح دي بالدولار نزلت لي استوديو يوتيوب بالدولار فلازم استلمها بالدولار. عشان كده جوجل ادسنس بعتت لي الرساله دي. بتقول لي ايه في الرساله؟ اذا كان رصيد حسابك يتخطى $10، اقل من $10 مش هيطبق عليك كلام. لو رصيدك اكتر من $10 يتطبق عليك كلام. ستصلك الدفعه النهائيه من حساب الدفعات الملغى. يعني احنا خلاص هنلغي لك الحساب الاجنبي، بس احنا هنبعت لك الفلوس اللي فيه خلال دوره الدفع التاليه. لن يتم معالجه اي دفعات تقل عن $10. لن يؤثر هذا الاجراء باي حساب اخر من حسابات الدفعات النشطه المرتبطه بخدمه جوجل ادس. يعني انت لو عندك حسابات تانية نشطه مش هيأثر عليها، اي حساب شغال زي ما هو. لكن الدفعات اللي بالعملات الاجنبيه بالدولار لو اكتر من $10 هتستلمها بالدولار.
من الحساب اللي احنا لغيناه خلاص. هو فعليا اتلغى لكن لسه موجود عندك لان في دفعات لسه ما وصلتش. طب الدفعات دي هتوصلني امتى؟ طب الدفعات دي هتوصلني ازاي؟ الدفعات دي هتوصلني بنفس الطريقه القديمه اللي كنت بستلم فيها ارباح، سواء كان عن طريق الحساب البنكي القديم او سواء كانت عن طريق ويسترن يونيون، بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس العمله. طب بتوصلني ازاي؟ زي ما احنا استلمنا في الفترات اللي فاتت قبل كده، يتم معالجه الدفعات من خلال من يوم 8 ليوم 12، وبيتم ارسالها على الحسابات المصرفيه بتاعتنا، سواء كان الحساب البنكي او عن طريق حواله عن طريق ويسترن يونيون، نفس المواعيد اللي كنا بنستلم فيها قبل كده. يبقى خلاص الناس اللي عندها اكتر من 10 دولار تطمن، فلوسها توصلها بالدولار زي ما هي. طب الناس اللي عندها اقل من 10 دولار هيتم معالجه المبلغ، تحويله من العمله الاجنبيه من الدولار للعمله المصريه بالجنيه بما يعادله سعره في البنك، ويتم اضافته للارباح الجديده اللي بالنظام الجديد اللي على الحساب البنكي المصرفي الجديد اللي بالجنيه المصري. ارباحك هتوصلك في نفس الميعاد، مش هتتاخر. بس دي ميزه كويسه، الناس اللي ارباحها يعني دخل القناه بتاعها مش كبير او مشاهداتها مش كتيره، ما بتقدرش تكمل ال 100 دولار خلال الشهر وعندها اكتر من 10 دولار، هتقدر تاخد الارباح المتجمعه معاها في الحساب بتاعها على قناتها على اليوتيوب، تقدر تاخده بالدولار في الفتره دي. يتم معالجه المبلغ وتحويله من يوم 8 ليوم 12، ونستلمه في مواعيد كل شهر ما جوجل ادسنس بتبعته، مش هتاخر لنا دفعات. ونبتدي من جديد نشتغل بقى على العمله الجديده، العمله المصريه، نستلم بالحسابات المصريه. وباكد على الجميع يا جماعه، اللي عنده وسيله استلام الارباح ويسترن يونيون على حسابه جوجل ادسنس ما يغيرهاش، هيستلم عليها عادي، سواء كان بالجنيه المصري او سواء كان بالدولار، هيستلمها عادي. وبعد كده يستلم عادي بالجنيه المصري من ويسترن يونيون. هو بقى عنده حساب بنكي بالجنيه المصري، حابب يربطه على جوجل ادسنس براحته، يربطه يقدر يستلم ارباحه عليه. وده كان الشرح بتاع الفيديو بتاعنا، ودي كانت الرساله اللي جات لنا، حبيت اشرحها للجميع. ما تخافوش، الناس اللي خايفه ارباحها تروح منها او ارباحها اللي بالدولار وقفت، الحساب البنكي اللي بالدولار بتاعي اتلغى، او حساب الدفعات بتاعي بتاع جوجل ادسنس اللي بالدولار اتلغى، ارباحك مش هتروح. جوجل هتعالج لك المبلغ وهتوصله لك في نفس المواعيد اللي بتستلم فيها ارباح. ما تنسوش يا جماعه دعمكم لينا، الاشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. دعمونا بالاعجاب، دعمونا بالتعليق، شاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم عشان الكل يسعد. تابعونا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد.